انت تاخد الخطوات اللي تخليك على سلم النجاح، مش الاحباط والكسل والاهمال والمزاجيه. لازم تؤمن بقدراتك، تمسح حاجه اسمها مزاجيه، تكون منضبط، يكون عندك جدول، يكون عندك هدف واضح، عشان تقدر من خلال كل ده توصل للي انت عاوزه. انت فتوكل على الله، ان الله يحب المتوكلين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك توكل علي وانا بحب المتوكلين. معنى كده ايه؟ طالما هو بيحبك يبقى هيعينك، يبقى هيساعدك، هيبقى سندك، هيبقى ظهرك، هيبقى ايدك، هيبقى عينك، هيبقى عقلك، هيبقى لسانك، هيبقى جوارحك. استنى ايه تاني؟ اللي خلقك بيديلك وعد وعهد. فاذا توكلت فتعالى، انا بحب المتوكلين. بس توكل على الله، ما تنامش في السرير، ما تقعدش على الكنبه، ما تتفرجش على التلفزيون، ما تعيطش على ضاع منك، ما تعيطش انك مش عارف تعمل. انت مش عاوز تعمل، مش عارف تعمل. انت تقدر تعمل كتير قوي، تقدر تغير الكون، تقدر تغير الخريطه، تقدر تغير قصه حياتك. بس انت مزاجك مش جايبك، فانت مش عارف، فانت مش هتوصل. فما تجيش وترميها على القدر او الحظ او النصيب، لا. انت بس، محدش تاني هيشيل ليلتك، محدش تاني هيحاسب على المشاريب غيرك. بس بالك